الفخورة اسم يطلق على مكان صنع الفخار، واليوم سنتحدث عن صناعة الفخار دمشقي. تعد صناعة الفخار من أقدم الصناعات التقليدية في العالم، وهي تشكل رابطاً بين الإنسان المعاصر والتاريخ الماضي. وقد وفرت الطبيعة لسوريا بما تضم أراضيها من ترسبات طينية ورملية المادة الأولية الأساسية لصناعة الأواني الفخارية التي تلبي احتياجات الناس، ولا تزال الأيدي الماهرة تنتج العديد من الأواني المنزلية اللازمة للاستخدام اليومي. احنا بنشتغل هاي قطعة الفخار اول شيء طبعا احنا بنجيبه تراب، بيكون تراب بنجيبه بنصفيه بنغربله من الشوائب من اي شيء، وبنرجع بنخلطه وبنحطه بالعجانة هون، وبنرجع بنحطه على مكان السحب بنعركه، والمرحلة الثالثة بنشتغلوا على القطع على الدولاب. بعد الدولاب بنشوي بالفرن يعني على درجة حرارة 850 لحد 900. وطبعا معروف يعني الفخار انه قطعه صحيه غير الازاز غير اي ماده ثانيه. هلا مو قصه كم يوم، القطعه فرضا حسب الزبون اللي بده اياها. ما بفكر انا بالوقت على قد ما بفكر انه تطلع القطعه مميزه وحلوه ويرغبها الزبون. ترابة السيراميك وبيجيبوها من ترابة جبليه. نحن بنجيبها هاي ترابة السيراميك مثل ما قلت لك، بنصفيها بنروح الشوائب منها وبنعملها فخار. لا نحن هذا الفرن نحن بنشوي بالفرن هذا، بنعمل فيه نحن المطبخيات، منا مكبس المحشي. هلا هذا نحن مواده حراريه بيسموها ماده الجليز، هذا حصرا للمطبخيات. اما هذا البريق ما بصير ندهنه، هذا بريق بيجي مثل ما هو فخار، يعني من بعد ما نشتغله طين بنحطه بالفرن بنطلعه من الفرن مثل ما هو فخار، ما بصير ندهنه. اذا دهنا المعروف من مواد الفخار انه هي بتقتل كل سموم المي، اما اذا دهناه ما عاد بيصفي له عمليه، لانه هو بينشي هذا، وبعد ما بينشي بيروح كل سموم المي الموجوده بالمي. حرفة تراثية عريقة تحاكي التراث وتشكل مصدر رزق لصانعيها. الفخار قديم يعني الحمد لله، رجعنا التراث القديم، وفي اقبال. هلا اغلب الناس تركت الاواني الزجاجيه وكلهم اقبلوا على الفخار. في اقبال الحمد لله منيح. كصناعه ما بطول يعني معنا، يعني حسب القطعه وحجمها. يعني اذا القطعه الكبيره بدها شغله ساعه من زمان بكون جاهزه. بيدين ماهرتين يكون الحرفي قطعة الطين فوق طاولة اعتاد الجلوس إليها لعقود من الزمن، ليكون من الطين تحفا فنية ومعدات وأوان منزلية. لبرنامج صباح الخير يا عراق من دمشق، رنيم محمد.